السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كاع لاباس وبصحه جيده وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. نبداو الفيديو بذكر الرحمن وبذكر القران وبالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيباتي، صحه رمضانكم، ان شاء الله تصوموه بالصحه والهنا. اليوم رانا السبت، يعني ثالث يوم رمضان. ان شاء الله ربي يقدرنا ويقوينا على صيامه صياما مقبولا ان شاء الله، وكثره الطاعات والدعاء والعبادات. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في هذا رمضان الكريم. مباشره الوصفه تاع نهار اليوم راح تكون هي الشاربات. كما تعرفوا، شوفوا الليمون عندي لهنايا بالنسبه للقياس تاع 2 لتر ماء. عندي 3 حبات ليمون تكون هكا كبيره الحجم هكايا. تغسلوها جيدا مليح، تنشفوها مليح لخاطر نسحق القشور تاع الليمون او مبشور الليمون. نسحق ايضا ملعقه فانيليا، نسحق كاس ونصف سكر. هذا الكاس تاع 120 غرام. تحبيها حلوه بزاف كملي الكاس كامل. انا نقصت شويه الحلاوه، درت كاس ونصف. هذا مكان 2 لتر ماء. هذا الطاس تاع اللتر ماء، ودرت لتر هنا في الكسرونه. دوك نبشر معاكم الليمون. لازم نبشروا غير الفوقاني فقط هكا باش تجينا يعني شاربات هايله وما تجيناش مره. هكايا جيبوا مبشره هكايا ونبشروا غير الفوقاني الاصفر فقط، ما تروحيش الطبقه البيضاء على خاطر مره. هكايا انا نكمل نبشر كاع الحبات هادو ونحي العصير. نبشر 3 حبات هادوما ونحي العصير تاعو، نشوف شحال يجيني ونرجع معاكم. هنا جبت العصاره اللي نعصر في القارص ديالي. نعصروا يعني 3 حبات ونشوف شحال يجيني. جيبوا عصاره هكا، ولا عندكم عصاره تاع الروبو هذيك تاع الكهربائيه ديروا فيها هكا. انا نكمل دوك نعصر كامل الحبات الانصاف هادو ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت عصرت الحبات، شوفوا كيفاش نحيت لها يعني القشور غير الفوقانيه فقط، ما تمسيش كامل الاخضر هكايا. دوك نصفيه. شوف لا جاني كاس هكايا، يعني عطاني كاس هذا تاع 100 غرام 100 ملي يعني هكايا. انا كمل كاع نصفيه، جاتني يعني كاس وقليل هكا وشويه. هنا جبت الكسرونه، حطيت فيها اللتر الاول تاع الماء بهذا الكاس بالطاس هذا. نضيف اللتر الثاني. لازم تجيبوا هكا كسرونه تكون كبيره هكايا. نفرغوا عليها المبشور تاع الليمون هكا، راح تعطيها لون. راح نديروها يعني فوق النار، على نار يعني هادئه تحت المتوسط. بعد الغليان نطفي بعد الغليان ب10 دقائق نطفي عليها. طبعا بالتحريك نحركوا مليح السكر حتى يذوب. نفرغوا السكر. انت لا تقدري تتعمري كامل كاس، تحبيه حلو يعني هذا الحلاوه تجي يعني مليحه، يعني سوا ما تكثروش بزاف الملح السكر عفوا هكايا. هكذايا الفانيليا والعصير تاع الليمون نخلوه حتى نطيبوا الشربات تاعنا هكايا. نحركوها تعطيها واحد اللون هايل هكايا. انا دوك نحطها على النار نحركها. بعد الغليان نطفي عليها ب10 دقائق نطفي عليها. هنا بقيت نخلط فيها هكايا حتى ذوب السكر مليح. الخلط جيد. كي ذوبت السكر كامل هنا بدات تغلي معايا. شوف عطات لها لون اصفر تاع الشربات يعني الاصليه بزاف هايله وتجي بزاف بنينه. نحسبوا لها نقص شويه للنار على نار هادئه حوالي 10 دقائق ونطفي عليها ونرجع معاكم. انا بعد ما كمل الشربات تاعي 10 دقائق جبت هكا صفايه. جيبوا اناء واسع هكايا باش تصيبوا راحتكم في الخدمه ونفرغوا الشربات ديالنا هكايا. تنحى كامل بهذه الطريقه هك، يعني تعطيك كميه ما شاء الله. نضيفوا الكاس تاع العصير، يعني جاني بهذا الكاس تاع 200 ملي جاني كاس الا ربع عصير تاع 3 حبات ليمون او مصفيين. فرغهم مباشره. نضيف ايضا ملعقه هكا تاع فانيليا حيعطيها ذوق مليح. الشربات لازم يجي فيها ذوق الفانيليا هكايا.
يعني جات في الحلاوه هذيك هي ناقصه شويه حلاوه، جات بزاف هايله، ماشي حلوه بزاف. تحبيها حلوه زياده كملي الكاس هذا. نضيفوا اوراق هكا تاع نعناع شويه، حطوا هكا قطعه تاع ليمون. انا دوك هكايا نخلوها تبرد هنايا في طاوله على البوطاجي ولا طاوله العمل تاعك، ومن بعد نخبيها تبرد ونقدموها بارده. انا نرجع لكم في تقديم الشكل النهائي. هنا فقط بدلت لها الاناء هكايا باش تبرد لي مليح، باش نحطها في دوك نغطيها بالورق الشفاف هذاك، نحطها في الثلاجه تبرد مليح، ومن بعد نعمرها في القارورات. هنا حبيباتي للاضافه فقط تقدري تضيفي نصف كاس حليب. انا حبيت نخليها هكايا ما نضيف لها حتى اضافه، بدون شوفوا ملون تاعها طبيعي بدون اضافه ملون اصطناعي يعني. هكذايا انا دوك نغطيها نخليها تبرد ونشوفوها في الشكل النهائي. شربات بعد ما خليتها تبرد راهي حاضره هنايا، درت لها شويه نعناع، درت لها شويه قارص، جات بزاف هايله. وجات ناقصه شويه في السكر، يعني هايله هايله بزاف، خاصه اللي يكونوا عندهم امراض هكا تاع السكر ولا ينقصوا شويه سكر، تقدري ديري كاس فقط. وكاين اللي ما يديرولهاش كامل الكاس السكر. واللي تحب الحلاوه اكثر تكمل لها الكاس الثاني. انا درت لهنا كاس ونصف. شوفوا عطات لي يعني ريتلين من العصير. شو ما شاء الله جات بزاف هايله. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم الشاربات تاع الليمون تعجبكم وتاع القارص تعجبكم، تنالوا رضاكم. وفي الاخير حبيباتي صحه فطوركم وصحه رمضانكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع فيديو جديد، والسلام عليكم.